لكن النزوع الإجرامي المتأصل لقيادة التمرد الانفصالي أبى إلا التعبير عن نفسه وتأكيد إصراره التدميري مرة أخرى عبر ضربة إجرامية غادرة أخرى بصواريخ سكود بعيدة المدى وجهها المتمردون نحو العاصمة صنعاء، وسقط على أحد الأحياء المدنية المكتظة بالسكان عند الساعة 48 من مساء يوم 23 من مايو، وأدى إلى سقوط أكثر من 120 مواطنا بين قتيل وجريح، وتدمير العشرات من مساكن المواطنين، وإلحاق أضرار كبيرة بالمستشفى الجمهوري الذي سقط الصاروخ بجانبه، فضلا عن جرح وإفزاع المئات من المرضى الذين كانوا يرقدون حينها في المستشفى. وفي أجواء الاستياء والغضب الشعبي العارم من هذه الجرائم البشعة التي ينفذها المتمردون